السلام عليكم. في حي المطرية كان في حتة أرض فاضية، والأرض دي كان فيها مقلب زبالة كبير. وفي يوم راح هناك مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا في نبش الزبالة، وده علشان يلموا منها البلاستيك والكرتون والحاجات اللي بتبقى في الزبالة. واحد فيهم وهو بيقلب في الأكياس شاف حاجة مرعبة جدا. الولد ده شاف إيه؟ شاف شوال كبير قوي مربوط بالحبال مرمي في قلب الزبالة، فراح عليه وقطع الحبل وفتح الشوال وبص فيه. بس اللي شافه جواه فزع وخلاه يصرخ، وبسرعة اتجمعوا حواليه الشباب وطبعا اللي كانوا معاه. هما كمان من اللي شافوه اتصدموا وخافوا وطلعوا يجروا. نصلي على النبي ويلا نبدأ. في سنة 2023 في عز شهر يناير وصل بلاغ الساعة 9 الصبح اسم شرطة المطرية. البلاغ ده من سكان المطرية وكان اسمه عبد الله. كان بيبلغ فيها عن وجود جثة جوه شوال مرمية وسط الزبالة. اللي اكتشفها هو واحد من اللي بيشتغلوا في نبش الزبالة. فنزلت قوة من القسم وراحت على المكان ده. وفي دقايق رجال الشرطة كانوا محاوطين المكان كله. المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي قالوا إن الجثة راجل في أواخر الأربعينات تقريبا. الراجل ده كان مربوط بحبال بإيديه ورجليه، وكان نايم في وضع الجنين بالظبط، وكان لابس قميص وبنطلون. كان موجود مع الجثة جاكيت بدلة ولابس شراب وجزمة، كل ده في نفس الشوال اللي هو كان محطوط فيه. وما كانش معاه أي إثبات شخصية، لكن اللي لفت نظر رجال الشرطة إن المتوفي لبسه شكله غالي. كان لبسه كله من ماركات غالية، الجزمة أو القميص أو الجاكيت بتاع البدلة. كمان ما كانش فيه أي اعتداء عليه ولا علامات ضرب على جسمه ولا أي حاجة خالص. ما كانش فيه غير علامات الحبل اللي مربوطة بيها إيده ورجله بس. بعد ما رجال البحث الجنائي خلصوا المعاينة نقلوا الجثة للمشرحة علشان يكمل فحصها، ودوروا في المكان على أي كاميرات مراقبة، لكن للأسف ما كانش فيه. هنا دايرة البحث كبرت علشان يقدروا يعرفوا مين الشخص ده ومين هو اللي عمل فيه كده. وبعد شوية يطلع تقرير الطب الشرعي اللي زود اللغز. يطلع تقرير الطب الشرعي بيقول إن المتوفي ميت موتة طبيعية، ومفيش أي شبهة جنائية في موته، وإن موجود على ظهره علامات كانت بتضغط بس عليه علشان خاطر يخلوه في وضع الجنين وبس أثناء وهو بيتربط. عشان كده الموضوع كان مريب فعلا لرجال الشرطة. ومن هنا قعدوا يدوروا على أي بلاغات حصلت بتغيب أي شخص يشبه مواصفاته في خلال اليومين اللي فاتوا. واستمر البحث لحد ما وصلوا البلاغ متقدم بس من كام ساعة، وده كان بتغيب شخص مواصفاته قريبة جدا من مواصفات الجثة اللي لقوها. وقتها رجال الشرطة اتصلوا طبعا بالراجل اللي بلغ، فاجئوا إنها كانت واحدة ست مش راجل، واللي كان اسمها سلمى الفيومي. طلبوها للاسم، وفعلا أول ما راحت كان معاها واحد. أول ما وصلوا خدوهم على المشرحة، خلوهم على الأوضة اللي فيها تلاجة الموتى، وكشفوا على وش المتوفي وتعرفوا عليه. وقتها سلمى فضلت تصرخ وقالت إن هو جوزها، وانهارت وكانت حالتها صعبة جدا. وبعد شوية رجعوا للقسم علشان يعرفوا باقي التفاصيل. في البداية بدأوا بسلمى وعرفوا إن جوزها اسمه هشام عبد الرؤوف، وشغال محاسب وعنده 48 سنة، ومحل سكنهم في مصر الجديدة، ومتجوزين بقالهم 18 سنة وعندهم بنتين. هو ومراته كانوا عايشين أغلب سنين جوازهم في الكويت، ولسه راجعين مصر من قريب. عاشوا في شقتهم اللي كانت في مصر الجديدة، وحياتهم كانت كويسة جدا، وعلاقتهم بالناس كانت في أحسن صورة، وده بسبب دبلوماسية هشام وأسلوبه الراقي. وبعد ما رجعوا من الكويت هشام فتح مكتب حسابات هو وواحد زميله، والدنيا كانت ماشية تمام قوي. وهشام كان من الشخصيات اللي بتهتم بصحتهم جدا، وكان بيلعب رياضة باستمرار. كل المعلومات اللي قالتها سلمى بتدل على إن هو شخص سيرته كويسة وما كانش فيه منه أي غلط. وبعد الشرطة ما خلصت مع مراته سألوا الشخص اللي كان معاها واللي كان اسمه أمجد عبد الرؤوف، وأمجد يبقى أخو هشام، كأنه برضه ما قالش حاجة أكتر من اللي سلمى قالته. وفي وسط الكلام استأذن من وكيل النيابة وعمل مكالمة تليفون، وأثناء ما كان بيتكلم ادى التليفون لوكيل النيابة علشان يكلم الشخص اللي على التليفون. وأول ما خد التليفون رد على الشخص ده قال له ما تقلقش حضرتك، هنعمل اللازم كله. ولما خلص المكالمة ادى التليفون لأمجد تاني، وبعدها وكيل النيابة تاني رجع يسألهم عن علاقاته، مين أصحابه ومين الدايرة اللي كانت حواليه قبل ما يموت أو قبل ما يحصل له كده. وسأل سلمى على اليوم اللي اختفى فيه وإيه اللي حصل فيه بالظبط.
فردت عليه وقالت له إن هو كان يوم عادي زي أي يوم. هشام صحي من النوم، شرب القهوة بتاعته وقال لها إن في ميعاد مع رضوى في المحكمة، وبعد كده عنده ميتنج مع كذا عميل في المكتب. وهنا بقى كان السؤال المتوقع اللي جه دلوقتي في دماغ حضراتكم كلكم: مين هي رضوى ومحكمة ايه؟ فسلمى جاوبت بإن ودي تبقى صاحبتها، هي مطلقة من حوالي سنة ونص، في مشاكل مع طليقها، إن هشام عنده علاقات كويسة فطلبت منه إن هو يساعدها. وفعلا جاب لها محامي شاطر، وكان في جلسة في اليوم ده، وأكد عليها إن هو قبل ما ينزل مكتبه هيعدي عليها علشان الجلسة. كلام سلمى كانش مريح لوكيل النيابة، ورجع سألها تاني ليه لما جوزها اتأخر ما سألتش رضوى عنه. قالت له بالفعل إنها عملت كده، واتصلت فعلا برضوى، لكن رضوى ما ردتش عليها. وبعد كام ساعة اتصلت رضوى بيها هي، وقالت لها إن هي ما راحتش في حتة، وإنها ما شافتش هشام أصلا. قالت لها طب هشام راح فين وانت ما رحتيش ليه النهارده المحكمة؟ قالت لها عشان أنا كنت تعبانة وما رُحتش في حتّة، وما شُفتش هشام وهشام ما جاش. "لأ طَب تفتكري هشام راح فين؟ لإن أنا باتصل بيه تليفونه مقفول." ردِّت رضوى عليها بإنها ما شافتهوش، وخلصت بينهم المكالمة على كده. قبل ما تقفل معاها المكالمة قالت لها إن أساسًا الجلسة ما كانتش النهارده، ويمكن هشام اتلخبط في الأيام والّا حاجة. خلصت المكالمة بينهم على كده، ويعدّي وقت تاني وبرضه هشام لسه ما ظهرش. وقتها بقى أخوه أمجد قال لها إن هُم لازم يعملوا بلاغ بتغيُّب هشام. خلصت أقوال سلمى وأمجد على كده مشيوا. وفي اللحظة دي وكيل النيابة قرر إنه يجيب رضوى الدهشان ويحقق معاها. تاني يوم كانت رضوى قدام وكيل النيابة، كانت بتتسأل عن علاقتها بهشام، ومن النظرة الأولى كان باين عليها الحزن، كمان كان واضح إنها معيطة كتير. ولما وكيل النيابة حاول يسألها عن علاقتها بهشام، كل اللي قالته إن مفيش أي علاقة تربطها بينها وبين هشام، كل اللي هي تربطها بيه صاحبتها وبس سلمى، وإن هو بيساعدها كده بس لوجه الله. بعد إجابتها سألها وكيل النيابة عن آخر مرة شافت فيها هشام، جاوبت بإنها بقالها كتير جدا ما شافتهوش. وكلام رضوى ما كانش فيه أي شبهة، بس شكوا فيها علشان شكلها وطريقتها كده اللي كان بطريقة مبالغ فيها، إن علاقتها بهشام إن هو جوز صاحبتها وبس، اللي زرعت الشك في وكيل النيابة. وطبعا انتوا عارفين وكيل النيابة ما بيعديش من تحت ايده اي حاجة. بسبب كده أمر إنها تتحط تحت المراقبة، لأن الحس الأمني عنده خلاه يشك إن رضوى وراها سر. وفعلا اتحطت رضوى تحت المراقبة، كان بيوصل تقرير يومي عن تحركاتها، كلها كانت سلبية وما فيهاش أي حاجة. إنها كانت في أغلب الوقت يا إما قاعدة عندها في البيت، يا إما عند أمها هي وبنتها الصغيرة. مر الأيام اللي رضوى كانت فيها عند أمها. في اليوم ده نزلت من غير بنتها، وركبت تاكسي وراحت على مكان، وطلعت عمارة، وفضلت في العمارة دي 4 ساعات متواصلين. بعد كده نزلت من العمارة دي، كانت معاها واحدة ست ومسنداها. رضوى وقتها كان شكلها تعبان قوي، كانت حاطة ايديها على بطنها وكانت ماشية بالعافية. وبعد نزولها الست اللي معاها شاورت لتاكسي وركبت رضوى فيه، وكانت عايزة تركب معاها، لكن رضوى رفضت وشكرتها. التاكسي مشي والست رجعت العمارة تاني. نيجي هنا بقى للمخبر اللي كان بيراقبها، راح جري على حارس العمارة وسأله عن الست اللي لسه طالعة دلوقتي دي، فقال له إن دي ممرضة عيادة الدكتور صفوت سليمان، واللي كانت عيادته في الدور التاني. والمعلومة دي وصلت لوكيل النيابة، بعد تفكير بعت حد من المخبرين علشان يجمعوا معلومات عنه. بعد ساعات وصلت التحريات عن دكتور صفوت، وهو دكتور نسا وتوليد، ومش بس كده، وبيعمل كمان عمليات إجهاض، قسم خاص جوه العيادة عنده، مش بيعمل لأي حد وخلاص لأ، بيعمل بس للناس الأغنياء. بسبب المعلومة دي نزلت قوة من الشرطة وقبضوا عليه. حمت العيادة ووصلوا في المكان اللي بيتم فيه الإجهاض. طبعا اتقبض على الدكتور، كمان على 3 مساعدين، كان منهم 2 ستات وراجل. التحقيق اتفتح معاه. وكيل النيابة أول حاجة سأله عليها قال له مين مدام رضوى اللي كانت عندك امبارح في العيادة؟ قال له ما كانش عندي حد اسمه مدام رضوى. فوراله صورتها، فقال له دي اسمها مدام سلمى مش مدام رضوى. قال له أيًا كان اسمها إيه، كانت عندك بتعمل إيه؟ قال له دي كانت عندي بتعمل عملية إجهاض، وجات لي هي وزوجها وقالوا إن هُم معاهم أطفال كتير وعايزين يجهضوا الطفل ده. فقال له طب اوصف لنا زوجها ده كان عامل إزاي؟ وصف له زوجها، فطلع
نفس التطابق بتاع هو أستاذ هشام اللي اتقتل أو مات. فلمّا ورّى له صورته وكيل النيابة قال له: "أيوه هو ده، أيوه هو ده زوجها اللي جِه معاها العيادة وطلب منّي إن أنا أجهض مراته." بعد كده اكتفى وكيل النيابة بالمعلومات اللي قالها الدكتور، واتأمر بحبسه 4 أيام على ذمة القضية اللي هو كان بيعملها. تم تفريغ كاميرات beauty center في نفس الشارع اللي كانت ساكنة فيه رضوى. الكاميرات دي سجّلت دخول هشام عندها، كان الساعة 10:00 ص، نفس اليوم اللي تم فيه اختفائه، بعدها ما خرجش تاني. من اللحظة دي وكيل النيابة اتأكد بإن شكوكه في محلها، أمر بضبط وإحضار رضوى، وبعدها راحت تاني رضوى لوكيل النيابة، وطبعًا هو واجهها بكل الأدلة والمعلومات اللي كانت عند رضوى، ما كانتش مصدقة إن أمرها خلاص اتكشف، وبقت قدام القانون مدانة. ولمّا استمر التحقيق معاها، قالت إن لمّا حصل الطلاق بينها وبين زوجها، لجأت لصاحبتها سلمى. سلمى من سذاجتها صدّرت لها جوزها، قالت لها إن هشام هيقف معاها في كل مشاكلها، وبالفعل هشام وقف جنب رضوى وقرّبوا لبعض، طبعًا كان لازم يحصل. ومن هنا بقى ابتدت العلاقة المحرمة اللي بتحصل بين رضوى وهشام، تخلّيهم تحمل في الحرام. وواجهت هشام وقالت له إنها حامل منه، وهشام قال لها إن الطفل ده مش هينفع يستنى ولازم تروحي تجهضي. هي طبعًا رفضت وقالت له: "لأ، أنت لازم تتجوزني." قال لها: "لأ، أنا مش هينفع أتجوز على سلمى، علشان ما اخربش البيت، وسلمى لو عرفت حاجة زي كده مش هترضى عايزة تبقى تتطلق، وكمان أولادي هيبقى أنا شكلي وِحِش قدّامهم أوي." بالفعل سمعت الكلام وراحت أجهضت. وفي اليوم اللي كان عندها محكمة فيه وسلمى كانت عارفة إن هو رايح لرضوى الساعة 10:00 فعلًا هشام راح لها وقعد معاها، وهُم بيتكلموا جات له نغزة جامدة كده في صدره، وقال لها: "باين كده أنا داخل على دور برد." قالت له: "خلاص ادخل أنت ريّح شوية على السرير وأنا هاخش أعمل لك شوربة خضار أو أي حاجة تشربها." وبالفعل دخل هو على السرير وهي راحت تحضّر له أي حاجة يشربها. ولمّا رجعت قعدت تنادي عليه ما ردش عليها، راحت تزُقّه كده بإيديها لقيته متلّج وجسمه متخشّب، وكان خلاص فارق الحياة ومات. وساعتها هي كانت هتتجنن وما كانتش عارفة تعمل إيه، وما حدش يعرف إن هشام عندها في البيت، فطبعًا دي كانت فضيحة بالنسبة لها، وهي مش عارفة تتصرّف إزاي وتعمل إيه، وتقول لمراته إيه وتقول لأمها وتقول للجيران إيه، فما كانتش عارفة تتصرّف إزاي. فكل اللي هي عملته إنها اتصلت بابن البواب، كان شكله شوارعجي شويتين وكان معاه تروسيكل، واتصلت بيه وقالت له: "تعالَ لي دلوقتي حالًا، أنا كنت متجوزة في السر، جوزي مات عندي على السرير وأنا مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أروح أدفنه إزاي." قال لها: "خلاص ادّيني 20,000 جنيه وأنا هاخلّصِك من المشكلة دي خالص ومش هتسمعي عنها أي حاجة." قالت له: "خلاص ماشي." وجريت جري على الدولاب جابت له 10,000 جنيه وقالت له: "ال10 التانيين لمّا تروح تتخلّص من هشام أنا هادّيك ال10,000 جنيه التانيين." قال لها: "خلاص ماشي." وبالفعل جاب شوال من عنده كبير وربط إيد هشام ورجل هشام وحَط معاه كل مستلزماته، يعني حَط معاه الجزمة والشراب والجاكيت بتاع البدلة وحَط معاه كل حاجة، علشان خاطر ما يبقاش ليه أثر معاها. وخَد بس منّه كل الفلوس والساعة وكل حاجة كان معاه، متعلقاته الشخصية خدها منّه، وقعد يضغط كده على بطنه وضهره علشان يخلّيه في وضع القرفصة، وضع الجنين يعني. وبعد كده خَده وحطّه في الشوال ونزل بيه كإنه كان معاه أي حاجة، وحطّها في التروسيكل معاه، وبعد كده طلع على ميدان المطرية رماها هناك في الزبالة، وجه وخد منها ال10,000 جنيه الباقيين بتوع الاتفاق. كان الدكتور هو مفتاح فك اللغز. جابر حكى كل حاجة بالتفصيل طبعًا بعد ما حققوا معاه وبعد ما هي اعترفت عليه. بعد كده اتحولوا ال3 للمحكمة، الدكتور رضوى وجابر. وفي مايو سنة 2023 الحكم على رضوى بسنة سجن بسبب انتهاك حرمة الميت. جابر اتحكم عليه بغرامة 50,000 جنيه. أمّا بقى الدكتور صفوت سليمان فهو اتشطب خالص من نقابة الدكاترة، حكم عليه بالسجن المشدد
5 سنوات. السجن المشدد ده معناه إن السنة 12 شهر. مين البطل في الحدوتة دي؟ البطل هو الموت، والستر خلاص اتكشف. ربنا بيستر مرة و2 و3 و4، بعد كده خلاص رصيد الستر بيتكشف. ربنا يحسن ختامنا يا رب كلنا، ربنا يسترها علينا، واللهم احسن ختامنا يا رب جميعا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. واشوفكم في قضية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.